دولهم اليومين دول اللي هم مين بقى؟ لا اضافات باذن الله، احنا محتاجين اضافات. او 5. لا بتكلم على اللي عندكم اللي عايزين يجددوا. هو في 6 لاعبين المفروض يجددوا. 6. يعني احمد سمير فرج، احمد سمير فرج، احمد صديق، عبد الله الشحات، محمد محسن ابو جريشه، معتصم سالم، ابراهيم يحيى. ابو جريشه ما حدش فتحه. يمكن احنا جددنا لعبد الحميد سامي الحمد لله، وقع 2 زياده، يعني هو لسه نادي وقع 2 جداد الحمد لله. كويس، لكن الباقي ده لسه. كل معتصم انا شايف ان معتصم في السكه باذن الله. معتصم قريب في الكلام، ومعتصم بقى له النهارده حوالي 8 سنين او 9 سنين في النادي، ومن اللعيبه المخلصين قوي. واعتقد ان خلاص يعني انا على وشك معتصم ان شاء الله يجدد، يعني احنا متفائلين موضوع معتصم كويس. والباقي ربنا يسهل، بس تيجي فلوس. ان اللي هيجدد ده برضه ما محتاج فلوس، حتى عبد الحميد مضى محتاج فلوس، كتر خيره ان هو مضى من غير ما ياخد. فاي حد بيمضي لازم يبقى ايد بتمضي وايد بتقبض، وضع طبيعي. ده حق اللاعب. امير سعيود ده كابتن، يعني اتصور ما كانش فرصه حقيقيه وما هذا استغنيتوا عنه، يعني هل ما كانش في قناعات بيه؟ هو برضه عشان اقول يا كابتن كمل الحوار، ان انا في 3 لعيبه قصتهم، وفي 3 لعيبه اضافه السنه دي، فتحي عبد المنعم وصلاح مارادونا وسعيود. صلاح مارادونا برضه ما شفناهوش. يمكن، ما انا بقول لحضرتك يمكن ال3 ما حصلش انسجام ليهم مع النادي الاسماعيلي بالظبط كده، او ما حسيتش ان هم يخشوا ضمن التيم بتاع النادي الاسماعيلي. ومن هنا خلاص يعني احنا حتى قررنا الاستغناء عنهم حتى في شهر 1. استغناء ولا بيع؟ ما هتقدم للبيع هتستغنوا، ولو ما فيش بيع خلاص هيبقى استغناء، هتسيبوهم يعني ويتحركوا هم بيه. يبقى ما انا بقول لحضرتك فلوس اكيد. لا مارادونا كان جاي حر، ما فيش فلوس. فتحي عبد المنعم وصل لنادي الشمس حوالي 50,000 وهو الولد اخذ 10,000 او حاجه زي كده. بيحصل اتفاقات يعني بصوره وديه قريب حتى بينه. يعني انا اقصد اقول لك يا كابتن، احنا ما حصلناش اضافات بجانب ان هي يعني تضيف ل 14 لعيب بقينا 16 بقينا 18. لا ما حصلش. من هنا انا لو معانا ال 14 لعيب 15 لعيب، لو اتحركت فيهم ما تحسش باي هزه، هتلاقي الاداء هو النتائج هي مش هتاثر باي حد. لكن اما احتاج حد خارجي هنا الهزه. اما يغيب زي ما قلت لحضرتك 2 لعيبه في مكان واحد، خيري والسوليه، يعمل لي هزه. لان هم الاثنين مؤثرين في مكان واحد جدا. ما يرجع لي حمص يبقى هزه. اما عندي ال4 الاستوبر مع حجازي او ابراهيم يحيى او معتصم او عبد الحميد سامي، اي حد فيهم يغيب الثاني هيسد، مفيش هزه. النهارده انت ما جيتش حضرت ماتش رسمي، عملنا لك ماتش ودي. بيأدي في المباراه الوديه بصوره ما تطمعكش انك تحطه في المباراه الرسميه، او ما عندوش نفس الحماس والحميه ان هو يجبرك انك تحطه. امال ليه اخدتوه؟ ما هي كانت صفقه عبد الله السعيد بيع، وبعدين اعاره سعيود. طب ما كنتوا اخدتوا حد تاني عندكم قناعه؟ يعني كنا نتمنى شكري، يا ريت. انا واحد من الناس كنت اتمنى شكري يجي لنا اعاره. النهارده لما تيجي اديني شهاب اعاره، انت اديني سيد حد النهارده. انا بس هم ما فرضوش عليك، يعني ما انا بقول لحضرتك يعني انت النهارده، يعني انت في لعيبه النادي الاهلي خدها ما ظهرتش او مش محتاجها دلوقتي. لا هات لي، هديني سيد حمدي النهارده. وهو سيد حمدي من احسن لعيبه في مصر، من احسن فراوده في مصر. وجهه نظري الشخصيه. صحيح. يعني في لعيب ينفع هنا وما ينفعش هنا، لكن انا بقول لحضرتك انت محتاج دعم في شهر واحد. يعني انت شايف ان امير سعيود ما انسجمش من النادي الاسماعيلي؟ لا. انتوا خلاص استغنيتوا عنه. خلاص بشكل ودي جميل، احنا بنحترمه وبنقدره، والراجل هو ممكن لعيب هو عنده مهاره، ويبقى ممكن في نادي تاني يبقى افضل ان شاء الله. طيب المهاجم المالي محمد تراوري ده هيوصل بتقول النهارده الاسماعيلي؟ المفروض يوصل النهارده الاسماعيلي. هل انتوا شفتوه؟ هل انتوا عارفينه؟ والله هو كان احنا شفنا زي بتاعته وتابعنا اخر اخباره، كان مع النادي الافريقي التونسي. لعيب مميز قوي. السيدهالي شفناها، فرود كويس قوي، بيلعب بدماغه كويس قوي، اميز ما فيه، بيلعب بدماغه كويس قوي، بيسند مع زمايله، عنده سرعه، عنده قوه. ان شاء الله اضافه. نتمنى. هل مضى فعلا؟ خلاص ده مضى قد ايه؟ مقدم عقد، ومضى 3 سنين ونص. 3 سنين. يعني انتوا شفتوا السي دي بتاعه واقتنعتوا بيه، طلبتوا التعاقد معاه وشفناه، هو جه حضر وشفناه، مره معاكم؟ ما رضيش ينزل الملعب. ما هو عمل مؤتمر صحفي احنا صورناه، لكن هل اتمرن معاكم؟ لكن احنا شفناه كلاعب، لانه نزل احنا اتمرن تمرينه خاصه لوحده خالص. طب وده هتكون عليه لوحده ازاي؟ يا كابتن اخر حاجه الراجل كان بيلعب وكان في اوكي. يعني انت من خلال الماتشات بتاعته كان في النصر الليبي مع الكابتن خالد القماش مدير فني. كابتن خالد زكى فيه جدا. الولد لعيب عنده كام سنه؟ كويس، عنده 23 سنه. كويس قوي. كان في سيون السويسري ولعب معاه ماتشات وديه في منتخب اولمبي بتاع مالي، وماتشات وديه. احنا متابعين كل الكلام ده كويس. فاحنا في انتظار ان هو يرجع وينضم باذن الله، يبقى اضافه ان شاء الله. جانب احنا محتاجين كمان مش 3 لاعبين مصريين،
3 لاعبين مش اقل من كده. هل حطيته؟ ما خلاص خلي بالك احنا والله احنا بدأنا. يعني بدانا في عندنا كابتن محمود جابر والجهاز الفني عاد ان في محتاجين مركز كذا، في واحد ايه بقى المراكز اللي عندك؟ يعني انت محتاج ممكن تحتاج سنتر الثاني عشان ممكن تستغنى عن احمد علي، عن لاي ظرف من الظروف. احمد علي ولا حد تاني؟ وممكن احمد علي، ممكن حد تاني. ممكن حد تاني، يعني ممكن عبد الرحمن مسعد جاي له عرض. عبد الرحمن مسعد ده ما بيلعبش خالص. ممكن جاي له عرض. جاله عرض. فممكن في حاله ان انت تشوف فرو الثاني ممكن تستغنى عن عبد الرحمن مسعد. بالاضافه انت قلت في بدايه كلامك احمد علي انتوا محتاجين فلوس لو اتباع. لو احنا بنشوف اشد حاجه فيه كجهاز فني، لكن عشان اذا هو هيحل المشكله بقيه اللاعبين خلاص. طب ما انت تراوري فرود واحمد علي فرود، يعني جايب تراوري فرود وبتستغنى عن فرود، ولا تراوري فلوسه حنينه؟ ما هو خلاص، هو لو الفلوس تمت يا كابتن حجازي هيحل لنا المشاكل كلها. لا اركن بقى حجازي دلوقتي، بتكلم عن الفراوده. مع الفراوده عندي فرود وهتستغنى عن فرود. طب هتعمل ايه؟ هتحل ازاي؟ يعني تراوري فلوسه، ما هجيب فرود مصري تاني يمشي معايا على قدي. اوكي، يعني تراوري فلوسه حنينه. هو فلوسه حوالي زيه زي السقف، $200,000 اعتقد. $200,000 $200,000 السنه الاولى، 225 250. 200,000 هي بتتكلم في مليون وشويه، يعني زي نفس لكن احمد علي لو اتباع هيجيب لك كام؟ هو احمد علي النهارده ممكن مش هيجيب لك 7 مليون جنيه. اوكي خلاص، احمد علي هو اللي يفك لك الحكايه. بل حضرتك على ان انا محتاج دعم في نص الملعب، محتاج دعم في حاله احتراف حجازي، ان انا لازم اجيب ستوبر. ممكن اجيب لعيب يحل لي مشكلتين، يلعب لي مكانين، يلعب ستوبر ويلعب مكان تاني. ستوبر وباك رايت مثلا، راس حربه، ومحتاج ستوبر عنده قدرات يلعب في مركز تاني، واللاعب الثالث محتاج ديفندر في نص الملعب في ظل اللي انا بعيشها. من تعودة محمد حمص، وعندك عمرو السوليه، وعندك حسني عبد ربه. الدوري طويل يا كابتن مدحت، وادي التجربه اثبت لك ان انا في 11 مباراه بفقد خيري، بفقد السوليه، بفقد حمص. فمرض ان انا افقد لعيبه ثانيه في اماكن ثانيه او في نفس المكان بالظبط، فلازم اعمل حسابي مع ان انا احاول اجهز حد من ولاد النادي، ولاد النادي الناشئين. النهارده طول عمر النادي بيقدم ناشئين. طول عمر الناس اسماعيلي كان فتره الكابتن علي ابو جيش كمدير فني، وكنا احنا ولاد النادي متواجدين كلنا في القطاع، كنا بنعرف نجيب اللعيب الكويس ونوظفه حسب احتياجات الفريق الاول. النهارده فريق 20 سنه عامل نتائج مبهره الحمد لله. المدير الفني الكابتن اشرف خضر، مع كابتن محمد صلاح ابو جريشه مدرب عام، مع كابتن سيد السويركي مدرب حراس، مع كابتن ايمن علاج طبيعي، عاملين النهارده اول القطاعات متساوي مع النادي الاهلي في البناط، وهو متفوق بالاهداف. طيب هل الفرقه دي ما عندهاش كان عندكم لاعب اسمه محمود وحيد، راح فين؟ محمود وحيد مشكلته انت صرت مشكله مهمه جدا. وانا من هنا بعاتب الكابتن، يعني ايه انا بقول عاتب ما يهمكش. ما انا قول يعني براحتك. الاسم ده من بالي والله العظيم. الوكيل وكيل لاعبين حبيبنا ومشهور تامر النحاس. تامر النحاس اوكي. انا بعاتبه من هنا، بقول له يمكن انت في حوار قلت ان انا مش هتعامل مع النادي الاسماعيلي، لان الاسماعيلي لو دخلت الولد جاي له عرض ورحت قلت لهم الولد جاي له عرض هيرفضوا وهيعطلوا البيعه وكذا. طب انت هتعمل راجل نمره واحد، راجل لعيبه كوره، نمره اتنين راجل ملتزم وبتاع ربنا، راجل متدين، بتعرف الحق وتعرف الاصول، ان اللاعب ده النادي اللي حق عليه صرف عليه من هو 7 سنين 8 سنين في النادي، النهارده بقى له 7 8 سنين في النادي، اكل شارب نايم بيصرف في النادي، من حق النادي عليه خش من الباب. تعالى فيد واستفيد. النهارده طيب الولد في نادي احسن من نادي اسماعيلي يلعب فيه في مصر، لا خامه كويسه، ليه انا اخده واعصيه انه يمضي للنادي بتاعه، وبعدين اروح منتخب مصر اخد الولد واديله فلوس يصرف؟ انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي وهو عارف الكلام ده. اوكي. وكلام اكيد 100% ما فيش كلام. والنهارده الولد متغيب عن النادي تماما يا كابتن مدحت. من قد ايه؟ النهارده الولد بقى له بتاع مثلا شهر ونص. مع انه الولد ده كان طالع كويس قوي كان هو اللي هياخد فرصه، وادينا له ولعبناه 4 ماتشات ولا 5 ماتشات. انا شفت يعني لدرجه ان احمد سمير كان بيبقى بديل ليه. مش عشان احمد سمير وحش، لا احنا عايزين نقوي الولد. تمام. وبعدين ننزل تامر احمد سمير يعصيه على امل ان هو يسوقه بعد كده. على امل احنا عملنا كل بدايل، وبعدين كان الكابتن ربيع بياخده منتخب مصر. وانتوا كنتوش ماضيينه؟ ما هو ما رضيش احنا جينا لقينا الواد مش ماضي عقد يا كابتن. هو المفروض المفروض اللي قبل مننا كانوا مضوه تامر عصاه طبعا وفقا لكلام حضرتك. هو كابتن تامر عنده ايه؟ عنده حلو الكلام، ازاي بيقدر يقنع اللاعب وولي امره وهو صغير، يعرف فين لعيب كويس، لانه ليه ناس كتير جدا شغاله في كل مصر بتستفيد منه ماديا، هو شغالين معاه
هنا في كويس، في ناس من المنتخبات الوطنيه المختلفه برضه هو مش شغالين معاه، في لعيب فلان من المنصوره، فلان من الاسماعيلي يجري ويجيبه ويكلم الولد ويقعد معاه وكذا 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 وكذا، ويمضي الولد ويمضي ان والده وانا هعمل له وانا هعمل له وانا هعمل له. طب الولد ما بياخدش فلوس مثلا، هيفضل على ذمه تامر من غير ما ياخد فلوس ولا حاجه؟ بيصرف عليه يا كابتن، بيديله فلوس يصرف. اوكي. انا ازاي انا متاكد انت متاكد من المعلومه، ما فيهاش كلام. وبعدين النهارده انا لما يرجع لي لعيب عشان انا يفيد النادي، ده حق النادي عليه انه يرجع للنادي. انا لما اروح منتخب مصر الكابتن ربيع ياخده منتخب مصر، انا ماليش دعوه بالنادي. لا ازاي يا كابتن؟ وبعدين رجع الكابتن ربيع وقف معانا ومشاه من المنتخب، الصراحه واقفه محترمه من اتحاد الكوره كابتن سمير زاهر على ناديه. اتحاد الكوره كابتن سمير زاهر ده رجع للنادي حقه. الكابتن ربيع ياسين رجع للنادي حقه. ان ما ينفعش انا طبعا نقف هنا. يعني كابتن تامر نحاس، مساء الانوار يا كابتن تامر. مساء الانوار يا كابتن مدحت، وسلامي للكابتن ابو طارق. اهلا يا كابتن. يعني طبعا احنا في النهايه هي جلسه مصارحه، والنهارده المصارحه كتيره شويه. فالكابتن بيقول انه انت عصيت وحيد واديته فلوس علشان يعصى ناديه وما يمضاش على عقد والى اخره، وهذا امر اذا صح اتصور لا يليق. اكيد من حقك ان انت تقول وجهه نظرك. طبعا انا مستمع الحوار من الاول، لكن اللي حضرتك بتتكلم عليه ده انا لخصت لك اهو الحوار اهو. ما انا بقول لحضرتك الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام مش مظبوط. قضيه العصيان وقضيه ان لاعب مش مستريح في مكان دي مالهاش علاقه بالوكيل. اذا كان هناك لاعب مش مستريح في مكان، المشكله في المكان، والمكان اللي يحل مشاكله مع اللاعب بتوعه. لكن دائما البحث عن مبرر، مش عايز اقول لفشل او لعدم نجاح ان حد يصل لعلاقه ما مع اللاعب بتاعه، فندور على حد عشان ندور يعني ايه مبرر او شماعه للخطا بتاعي. ده مش صح. يعني دي وجهه نظر، انت طبعا لو حابب ترد على وجهه النظر دي. لا انا طبعا انت اعلنت يا كابتن تامر بنفسك في برنامج مع كابتن وائل شيتوس ان انت مش عايز تخش مفاوضات رسميه بخصوص وحيد مع النادي، لان النادي مش هيوافق على احترافه. وان الولد صح، انت حضرتك قلت كده ولا ما قلتش؟ لا طبعا ما قلتش. انت سمعت البرنامج؟ واحد قال لك برضه؟ لا البرنامج موجود. واضح يا حاج ابو طالب ان انا وحمزه متفقين انك بتسمع. يعني انت بتتفرج من ساعه ما حمزه كان معانا، تقول ليه ما سمعت يا جماعه؟ انا مش بكلمك انت، انا بكلم اي ضيف يخش علينا. ما هياش الشياكه قوي ان انت تقول اصل انا مش متابع كنت بتتكلموا في ايه. يعني دي مش شياكه قوي. ده بالمناسبه بس يا تامر، بالمناسبه يعني يلا رد يا تامر. لا رد. اولا انا بورسعيد حاليا. ما يهمش بقى، خلاص سيبك من الحته دي، خلينا في اللعيب. دلوقتي انت قلت، هل قلت في قناه الاهلي ان ده حصل؟ بعد اذن حضرتك يا كابتن مدحت، بعد اذن حضرتك قول يا باشا، عشان بس الكلام لازم يبقى واضح جدا. انا كنت بحلق عند حلاق نعيما حمزه، الله ينعمك، الله ينعم عليك. يعني الحلاق كان فاتح. طب كويس، برافو عليك. الحلاق فاتح. ده الحلاق سهران قوي. ده الحلاق بيفتح للساعه 2 واسمه ابراهيم، ومن اشهر الحلاقين اللي في بورسعيد. وبعدين انا سبته ومشيت دلوقتي وانا في طريق للراجع لمصر. خلاص، براءة. معلش استني بقى، احنا في الصوره. براءة. نرجع لوحيد بقى. معلش نرجع بس هنتكلم كلام عام وبعدين هنخص وحيد عشان نحكي قصته عشان نخلص من الموضوع ده. الكلام العام ان اي نادي عنده لاعب موهوب حقه وانه يحافظ على هذا اللاعب وانه يتعاقد معاه ويمضي معاه عقد عشان خاطر يحفظه من ان اللاعب ينطلق ويحترف، او ان اللاعب يهرب اذا كنا هنسميها هروب، ارفض هذه الكلمه، او ان وكيل يا سيدي زي ما الناس بتقول ممكن يضحك عليه ويعصيه والكلام اللي بيتقال ده وياخده. يبقى لازم النادي يمضي مع اللاعب ده الهاوي الموهوب، ويكون جابه من بدري، يعني عرفوا ان هو موهوب من بدري، ويكونوا وقفوا جنبه كتير وساعدوه كتير وادوا له فلوس عشان الولد يبقى حابب يبقى موجود. طيب اوكي. النقطه الثانيه بقى، في حته محمود عشان نقفل الموضوع. محمود وحيد. محمود راح لعب في بطوله في شمال افريقيا مع الكابتن ربيع، واحد الوكلاء الالمان شافه وعجبه. وحصل اتصال بينهم وبين بعض، وعن طريق واحد يعرف محمود وصله بيا. دلوقتي انا مش فاهم حاجه، والراجل باعت لي دعوه وانا مش عارف اعمل ايه، وجات القصه من هنا. اذا لو لم محمود يلاقي تامر كان هيلاقي غير تامر 10. اوكي، يعني انت قلت اخده في صدري احسن ما غيري ياخده. يعني الكلام ده كلام منطقي جدا، ده كلام طبيعي جدا ان واحد كده هيمشي. يعني انا لم ابحث له عن عرض عشان اخده وامشيه. طب حته صغيره، يا كابتن تامر. اتفضل يا كابتن.
وانت راجل جميل يعني بما انه انت سمعت هذا الامر، وفي النهايه برضه هو لاعب وانت راجل طبعا يعني ذات قيم في حياتك، ما فكرتش ان انت تاخده وتروح لاداره النادي الاسماعيلي يوقعوا معاه وتاخده بشكل اكثر شياكه للموضوع ككل؟ طيب احنا في النقطه فيها شقين يا كابتن، شق خاص بيا وشق خاص باللاعب ووالده. الشق الخاص باللاعب ووالده هو عنده مشاكل المفروض النادي يحاول يحلها معاه، انا لا اقوم بدور ايجابي ولا بدور سلبي. يا كابتن تامر اللاعب ووالده قالوا احنا عندنا استعداد نوقع. الولد قعد معانا قال انا هوقع، والده كلمناه في التليفون قال انا هوقع وجاي عشان اوقع. هم خلاص هيوقعوا. بعد كده قالوا ان ما قعدوا معاك واتكلمت انت حضرتك معاهم الولد رفض يوقع. احنا خلينا جديد يا كابتن تامر. ايه المشكله ان انت تجيب الولد ده وتيجي حضرتك تقعد معانا وتبقى مصارحه منك انت وتقعد معانا وتحل الموضوع بشكل ودي، وانت راجل محترم طول عمرك، يعني ايه المشكله؟ حبيبي ربنا يكرمك كلامك جميل، بس خلي بالك برضو اللي انت ما تعرفوش ان من 48 ساعه كان حصل اتصال بيني وبين الدكتور رأفت في موضوع احمد حجازي في محاوله حل المشكله بتاعته، وتطرق الامر للكلام عن محمود وحيد، وانا قلت له الحل ان حضرتك انا هعمل لك لقاء مع والد اللاعب، اقعد معاه لان في مشكله عنده انت اقعد حلها معاه. ايه المشكله اللي عنده؟ اولا المشكله اللي انا شايفها ان بقى له 4-5 سنين ما كانش فيه فلوس بياخدها من اللاعب، هو اللي كان بيصرف تقريبا على ابنه ما كانش بياخد فلوس. عنده مشكله لما كان مسافر المنتخب هم حاولوا يحفظوا من وجهه نظرهم وانا معاهم، اذا كانوا شايفين ان الولد كان هيسافر ومش هيرجع ان يمنعوه من السفر او ياخدوا الباسبور بتاعه يمنعوه من المنتخب، دي عملت فجوه جامده جدا على اللاعب. ما هو الولد ما بيروحش التمرين يكتن وما بيروحش نادي، وضع طبيعي، النادي يعني هيقف جنبه ومش هيقف جنبه. لحد الفتره معلش يا كابتن مدحت، لحد الفتره اللي كان مسافر فيها كان بيروح ناديه وكان بيروح منتخبه وكانت الامور مستقره، لكن المعلومه اللي الباسبور كان في السفاره الالمانيه بتجيب التاشيره يا كابتن تامر وانت عارف. ده المنتخب اللي كان بيجيبها مش لا هو خد الباسبور بتاعه لوحده من المدير الاداري. لا قال له انا عندي. لا اسال الولد، هو الولد اللي قايل. لا انت راجع الكابتن طارق. طيب خلينا نقطع لكن هو يا كابتن بس خلينا. هل انت جبت له عقد بالفعل ولا لسه على ذمه التعاقد؟ هو عنده دعوه من نادي الماني فولسبورج، والنادي ده محترم جدا، وعنده برضه هقول معلومه هي ما هي السر. انا اتكلمت مع الدكتور رافت قلت له لو ما وصلتوش لحل مع الولد انا ممكن اجيب له عرض من جوه مصر. الدكتور رافت قال لي لا بلاش جوه مصر عشان ما نخشش في متاهات، لو جاله عرض من بره احنا موافقين. اذا الامور ما فيهاش ايه. طب هو العرض بتاع فولفسبورج ده من خلالك انت؟ لا ده الوكيل الالماني اللي جابه له. الوكيل الالماني اللي جابه له؟ طبعا. طب ومين جوه مصر عايزه؟ لا محمود وحيد لو احنا بحثنا له عن نادي جوه مصر هنلاقي له اكثر من 5-6 انديه في المركز اللي هو بيلعب فيه. احسن من النادي الاسماعيلي. يعني لا مش احسن من النادي الاسماعيلي، بس هو عايز يحل يعني هو شايف ان والده بيقول ان هي المشكله كلها ان هي دي مشكله بتقع فيها انديه كتير على فكره يا كابتن، ان قطاعات الناشئين ما بتعملش عقود. هنا يا كابتن احنا كنا كابتن بقول لحضرتك الكابتن علي ابو جريشه كنا بنجيب الولد اول ما ده صح. ده صح. هو يمضي كلهم ونخلص العقود في ثانيه بالظبط. ويمكن انا بقول يعني الكابتن تامر هو اللي قال لك، انا بقول لك هو من دعوه، انا بقول لك احنا كلنا ده شغلك وربنا يبارك لك، لكن طبعا ده نادينا اللي بنحبه وبنخاف عليه. نتمنى يا كابتن تامر تجيب الولد وتجيب والده ويجي يقعد معانا واطلب اللي الولد عايزه. ارجو ان انا اسمع الخبر ده في خلال اليومين الجايين دول يا كابتن تامر، ارجو اسمع. هقول انا ليا تعليق بس يا كابتن بعد اذنك في موضوع احمد حجازي. انا عايز اسمع موضوع احمد حجازي. طيب حاضر. هو كان الكلام اللي قاله الكابتن ابو طالب كلام محترم جدا في القصه بتاعت احمد حجازي، وفي ان النادي ان الجهاز يرغب في ان الاداره يعني لا تلتفت للعروض الاخرى اللي هي لا ترقى حتى الان لانها تكون واضحه. ده انت سمعت الحديث ده وانت عند الحلاق برضه؟ وانا عند الحلاق بقى. ماشي. راجل محترم ربنا يكرمك. انا طبعا مش شايفك، لو حسيت بتعبيرات وشك بكره وانا بتفرج على الاعاده هيبقى موقف معاك انت هتبقى عارف يعني موقف قوي جدا، لكن انا هعدي لك عشان انا بحبك. اتفضل. ما علينا. اتفضل. ولا هروح اشوف تلفزيون عند الحلاق قبل ما يجي؟ طيب اتفضل. مش هلحق اروح. طيب حجازي ببساطه كانت القصه انه حصل فاكس او ايميل من النادي الايطالي وترد عليه بايميل من النادي الاسماعيلي في بعض التفاصيل الماليه وشكل كاد وكده. حصل يعني زي نقول ايه سوء تفاهم شويه في التواريخ بتاعه الاقساط. فلما جينا نخش في الدعوه انها تيجي لحجازي كانوا محتاجين يمضوا زي بري كونتراكت كده عشان حجازي يطلع ياخد التاشيره ويطلع يعمل الكشف الطبي عشان الفلوس تبتدي تدفع.
فحصل موقف كده ان الفلوس ما تنفعش تدفع بشكل مباشر الا لما البطاقه بتاعت حجازي تروح اي في نهايه السنه، يعني في بدايه السنه القادمه. اللي هو 1/7 يا كابتن تامر؟ اللي هو 1/7 الدفعه الاولى 1/7 زي ما قلنا قبل كده. نعم. فدي عملت ازمه، فبيتم البحث ليها عن طريق خطاب ضمان، عن طريق لون من احد البنوك، عن طريق حاجه بحيث ان الاسماعيلي بعد الكشف الطبي مباشره خلال 30 يوم من الكشف الطبي يحصل على فلوس. خلال 30 يوم من الكشف الطبي. هو مفترض لو ربنا وفق الكشف الطبي هيبقى امتى؟ الكشف الطبي ممكن يبقى يعني اسبوعين من تاريخ الامضاء اللي هتتبعت في البدايه، اللي تؤدي الى ان يبقى خلاص بقى في علاقه تعاقديه مباشره بين الطرفين. بعدها خلال 12 يوم حجازي ياخد التاشيره ويسافر يعمل الكشف الطبي. نقول على اخر 12 اخر يناير. لكن النقطه دلوقتي الضمان اللي المفروض النادي الايطالي يعمله ده، يعني كلام مش هينفع يبقى يعني بالميل وكده لازم حد يشوف. فكان في اقتراح ان يسافر احد المسؤولين من النادي الاسماعيلي او الدكتور رأفت بنفسه وياخد معاه احد المحامين او الخبراء ويروح عشان يطمن. والحل ده كان الدكتور رأفت يعني مش حابه قوي، فقلنا نشوف حل تاني ان الوكيل جون اللي هو الشركه الانجليزي يسافر بنفسه ويجيب الاوراق ويجي خلال 4-5 ايام بحيث يقعد مع مسؤول الاسماعيلي بحيث يطمنهم ان الاجراء ده ما فيهوش مشكله وان ممكن يحصلوا على الفلوس بتاعتهم في بعد الكشف الطبي. قلنا خلال 30 يوم من الكشف الطبي. يعني وفقا للكلام ممكن لو ده حصل وربنا وفق، يعني في اول 3 مثلا يبقى أو لا قبل كده. ده هم في شهر 2 ده ممكن خلال اسبوع يا كابتن. يسافر خلال اسبوع والفلوس تيجي بعد خلال اسبوع. بقول لك شهر بعديها. لا ده في خلال الكشف الطبي يا كابتن. عايزين يقولوا خلال شهر لان هم مش ملزمين بالسداد، هيبقى في بنك هو اللي بيسدد فبيدي نفسه براح عشان يبقى ملتزم باللي كاتبه. يعني ممكن في شهر فبراير يعني تكون القسط الدافع. طب سؤال اخير يا كابتن تامر في جزئيه حجازي. هل الامر مع فيورنتينا منتهي فنيا بالنسبه لحجازي ولا هينزل ملعب والكلام ده؟ لا الموضوع منتهي تماما. الناس يعني. تابعته في ماتش البرازيل، تابعته في البطوله اللي كانت في المغرب. الناس عايزاه. التزامات لم يذكر اي احد ان في اختبارات بدنيه. القصه كلها اختبارات طبيه فقط، ودي حاجه في اوروبا يعني عامله زي القران كده. مستحيل لاعب ينضم لاي نادي من غير الكشف الطبي. وموضوع حجازي منتهي. ناقص بس النقطه الفنيه دي وهم متمسكين بيه جدا، ويبعتوا له رساله خلال اليومين يعني امبارح بيقولوا له فيها احنا متمسكين بيك وهنوصل لحلول ان شاء الله مع النادي الاسماعيلي. بس الحته اللي قالها بقى الكابتن ابو طالب في العروض اللي جت انهالت بكثافه، وهي عروض سويه او حتى بداياتها من بعض الوكلاء. احنا خلاص مستقرين او حجازي حتى الان مستقر على فيورنتينا. وانا شايف ان ده من مصلحه النادي الاسماعيلي ان هو لا يشتت نفسه في عروض اخرى. ممكن زي ما خدنا الكابتن ابو طالب قال فعلا. انا بدعم كلامه، انا موافق على كلامه، بقول ان ده مهم جدا. خلاص هات لنا بقى وحيد وتعالى خلص بقى يا كابتن تامر طالما موافق على كلامه. هات وحيد. يعني ما ينفعش تاخد كل حاجه في كلمه. لا طيب ارجو ان انا اسمع في خلال يومين ان موضوع وحيد ده ارجوك يكون انتهى ان شاء الله. يعني انا ساحاول ولكن لا اعد، لكن ساحاول. واخيرا في مدحت الحلاق بيسلم على حضرتك جدا وبيقول لك اوعى. طيب انا في العاده بقول لضيفي شكرا، انا هقول لك نعيما. سلام يا كابتن. طيب انا هتابع موضوعنا وحيد معاكم ان شاء الله باذن الله ويكون في خير ان شاء الله. طيب يعني يمكن احنا الحقيقه الوقت جري بينا جدا، لكن خليني اسالك سؤال. انتوا جبتوا يا كابتن ابو طالب 2 افارقه. جبتوا واحد اسمه احمد السمنجي مش افريقي، ده مصري. والتاني نيبوتشي ده نيجيري. ايه اللي حصل فيهم دول؟ لا هم كانوا قاعد معانا فتره. يمكن السمنجي من اكاديميه الفتى العربي، لعيب كويس عنده حاجات كويسه، لكن هو محتاج وقت شويه على ما ينسجم مع الفريق. لكن عنده سرعه، عنده قوه، عنده هيدرز كويس. من هنا الفتره اللي احنا فيها يمكن استقرينا الجهاز الفني كابتن محمود كلنا قلنا اذا كان في حد افضل اجهز يسعفنا في الفتره دي هيبقى افضل. نفس الكلام لنيبوتشي، اللاعب كويس افريقي وصغير في السن، محتاج تصبر عليه. لعيب عنده امكانيات. انا من وجهه نظري الشخصيه انا لوحدي شايف ان عنده امكانيات فنيه كويسه قوي، لكن الولد مش مزور. اول مره اشوف افريقي سنه هتقول 19 سنه هيبقى 19 سنه. تمام. سريع، بيقف على كورته كويس، في كورته حلوه. شمال يمين شغال، هيدرز مميز، عنده كوره كويسه، لكن
محتاج سنه 6 شهور يقف. الافارقه بالذات بياخدوا وقت، مفيش افريقي جه علم يا كابتن مدحت من اول موسم. لازم على الاقل بيقعد 6 شهور او موسم، بعد كده بيظهر بقيمته الحقيقيه الفنيه. فده انا شايف الولد اذا كنا هنصبر عليه كان هيبقى لعيب كويس. لكن خلاص، لكن انت برضو خلاص، لان انت برضو محتاج حد يسعفك، مش محتاج حد ان انت تصبر. لا الانديه الكبيره دي ما بتربيش، عايزه تخلص. لما يبقى عندنا المهاجمين بتوعي واجيب ده بقى يا رب سنه ويديني بعد كده ممكن اذا كان عندي حد يسعفك. قدمت استقالتك ليه بعد ماتش الاهلي؟ لا بعد ماتش الاهلي انا ما قدمتش استقالتي. مشيت؟ لا هو حصل موقف سوء تفاهم بيني وبين اللعيبه. يمكن انا كنت زعلان جدا وحزين قوي ان انا ازاي نخسر مباراه زي مباراه الاهلي، مع احترامي شديد جدا للنادي الاهلي، ما اقدر اقلل من النادي الاهلي. تاريخ كبير جدا، نادي عريق جدا بعروضه بجماهيره ببطولاته بكل حاجه. عملتوا ماتش حلو قوي على فكره أوي. من هنا انا خدت على خاطري قوي ازاي احنا في المباراه دي بالذات بالمستوى الفني العالي ده نخسر المباراه دي. فمن هنا يمكن انا انفعلت في كلمتين، انا ما وصلتش من وراهم اي حاجه وحشه، فاللعيبه خدتهم بمحمل تاني. قعدنا وحلينا الكابتن محمود جابر بصراحه، وزي ما قال كابتن سعفان كلنا جهاز فني، حتى اولاد النادي الناس اللي بره، كابتن محمود حسن، كابتن اسماعيل حفني كلجنه فنيه. وبحقيقه انا بشكرهم لان هم من هنا لحد النهارده بيتهيألي لفوا نص مصر عشان يقدروا يجيبوا لعيب كويس للنادي. صحيح. النهارده هم بيتابعوا التانيين 90% من كل ماتشات الدرجه الاولى. يعني اسكندريه، كفر الشيخ، سمنود، القاهره، السويس، بورسعيد، راحوا كل البلاد دي وسواء بعربيه النادي او بمواصلات خاصه، وما بيلاقوا تعب شديد جدا طبعا في المواصلات الخاصه. طبعا ازاي مسخرين وقتهم ان هم يخدموا النادي. كل دول الكابتن احمد العجوز، الكابتن اشرف خضر، الكابتن عاطف عبد العزيز، كل في المشكله زي ما سعفان قال قعدنا وجمعنا واللعيبه ما خدتش يا كابتن 10 دقائق الموضوع اتلم وخلصت الليل وخلص الموضوع. طب تحب نعمل بقى انفراد للناس؟ قول يا كابتن. يعني بفضل الله معانا تقرير عن مباراه عظيمه جدا النهارده اتلعبت، المصري والاتحاد السكندري. عاده انتوا ماتشاتكم المصري والاسماعيلي بتبقى ديربي في منتهى المصري، مش كده؟ ان شاء الله. عندكم ولا عندهم؟ عندنا الاول ان شاء الله الرحمن الشرطه يوم الجمعه، بعدين نخرج مقاولين العرب. ايوه. وبعدين بتهيألي نرجع. وبعدين المصري عندكم؟ بتهيألي اعتقد يوم 22 افتكر الشهر ده باذن الله المصري عندكم. فعايزين نحلل انا وانت مع بعض بقى، انت تحلل طبعا وانا اسالك، ونشوف انفراد لكل الناس اللي بتتفرج علينا. مباراه النهارده لم تعرض اطلاقا ومفيش لقطه اتذاعت في اي حته. هذه هي مباراه النادي المصري على ملعبه امام النادي الاتحاد السكندري. يعني اولا انا شايف مدرجات خلف المرمى فاضيه يا كابتن. تمام. ليه النهارده دي مباراه يعني مدرجات الاتحاد ليه ما دخلش جمهور الاتحاد؟ شيء محزن الحقيقه جدا. يعني ما اعرفش انت سمعت الحوار بتاع؟ انا سمعت الحوار طبعا. وحضرتك اتكلمت فيها يا كابتن مدحت. انا نفسي الناس تسمع الكلام اللي حضرتك بتقوله. ده هدف جميل قوي على فكره، ده الهدف الاول. ده عبد الله سيسي ولا مين؟ ده سيسي هداف يا كابتن مدحت. بص التحرك بتاعه قطع زي وسط الناس، مش اوفسايد خالص، مش اوفسايد. وبعدين بيجيب الكل بمنتهى القوه، منتهى الاصرار ان انا يعني مش هسيبها الا بالشبكه. مش بقولها ثانيه محمد عشان نقطع الشك. لا مش اوفسايد يا كابتن خالص. خدت بالك منها؟ لا انا شفتها كنت اوفسايد خالص. اوكي. طيب وريها لنا ثانيه يا محمد عشان قلنا هنشوفها ثاني وبعدين نرجع نكمل. عبد الله السيم مهاجم من المهاجمين اللي حافظ الجول يعني كام سنتي عارف. وكل اهدافه تدل كده. اهي الكوره اهي. بص يا كابتن، بص هنا الراجع اهو. صعبه جدا. لا يا كابتن الراجل راجع اهو. راجع راجع الاخضر ده راجع كده وهو راجع بس كده. تمام. لا بعيد مش اوفسايد خالص. ومحمود شاكر حطها حلوه قوي قوي قوي. ما وهي طلعت الكوره بص يا كابتن هتلاقي واحد راجع اخضر. ايوه مظبوط. راجع اهو. مظبوط. هو قطع من وسطهم بمنتهى قطع بيها الدنيا الوعي. وبعدين بيجيب جون بمنتهى الاصرار. لا من اللعيبه من متابعتك للنادي المصري السنه دي والاتحاد السكندري يا كابتن، والله اللي عاملين طفره جميله جدا السنه دي، خاصه هقول لحضرتك يمكن النادي المصري مش جديد عليه ان هو يبقى في مركز متقدم، رغم ان السنتين ثلاثه اللي فاتوا كان بعيد شويه، لكن بالزبط بيرجع بسرعه. الاتحاد السكندري السنه دي المرسي دي الكره بتاعت المرسي دي كانت جميله جدا. شوف فين كده كابتن في العرض ده هدف 100%. محمد المرسي اتفضل يا كابتن. فانا شايف الاتحاد السكندري السنه دي عامل عروض هايله، عامل انسجام في التيم، سواء 3 خطوط
في ربط كويس بينهم، سواء في الناحيه الدفاعيه بيقفل دفاعيا كويس قوي قوي غير اي السنين اللي فاتت كلها، وبعدين عنده حلول هجوميه سريعه، هجمات مرتده سريعه بيقدر يترجمها لاهداف. السنه دي عامل النهارده الاتحاد السكندري 16 بونت يا كابتن، ما شاء الله. يعني بينهي الدوري السنين اللي فاتت ما الدور الاولاني ما بيبقاش عامل 7 بونت 8 بونت. طبعا دي لحظات توقفت فيها المباراه، شايف هاني سليمان كان برضه بيرمي طوبتين 3 جوه ارض الملعب، برضه امور لا تليق. نتمنى والله يا كابتن مدحت، انا بضم صوتي لصوت حضرتك، كل جماهير مصر نتمنى ان هم يحبوا مصر. يعني حب بلدك الاول، وبعدين حب ناديك، وبعدين احنا دايما حضرتك بتقول البلد مش ناقصه. بالظبط. احنا عايزين دي اسمها رياضه. فين الروح الرياضيه؟ والمظهر اللي قدامك ده كمان بيعمل مشاكل في المدرجات. اكيد. اكيد احنا كلنا لازم نلتزم، كلنا لاعبين وجهاز فني. يعني شوف الحكم الحكم هو اللي بيحوش. كابتن فهيم عمر ده اعتقد كابتن فهيم كويس، هو اعتقد هو اللي بيحوش بين اللعيبه. يعني اللي بيعمله ده هيخلصها بسرعه. ده ايمن سعيد برضو بيبقى حامي زياده. واحنا كلمناه قبل كده في الوضع. خلاص كابتن فهيم خلاص وده السيد فريد الناحيه الثانيه رضاهم على طول خلاص. رضا لكن مظهر كان ممكن يقلب الدنيا. وحش طبعا. وادي واحده ثانيه نفسها مش اوف سايد برضه خالص يا كابتن. لا مش اوف سايد. وتدخل هاني سليمان برضه الحقيقه في توقيت مهم جدا، لكن واضح نفس القطعه بالظبط. طب بص مصطفى كريم في الكره دي، اول كره مصطفى كريم، حذاري يحذر الشرس، مصطفى كريم حذاري هو قرب قوي بالجون يا كابتن، قرب قوي، كان لازم بدري خطوه يعملها جون قبل ما يقرب من الجول. بالظبط. هو قرب بالجون قوي، يعني اول ما عمل كده كان لازم من الحته دي يحطها، ما ياخدش بالخط شمال. بشمال. طبعا يحط وش رجله زي ما صح، هتطلع في وش الجول في جنب. لا جول، هتطلع جول 100%. هتطلع جول 100%. بالظبط. كانت فرصه عظيمه طبعا الحقيقه. النادي المصري مع طلعت يوسف، الناس قالوا ان هو بيلعب بشكل دفاعي، باعتبار الكابتن طلعت بقى بيميل للدفاع اكتر. انت تصورك يا كابتن؟ انا شايف ان الكابتن طلعت من المدربين الملتزمين، ليه اسلوب يا كابتن، هو اخده سواء مع الشرطه، سواء مع نادي الجيش، سواء مع النادي المصري، مع الفرق ان النهارده النادي المصري عنده عناصر مميزه هجوميا، لكن الكابتن طلعت ليه اسلوب دفاعي منظم جميل قوي، ازاي يحكم دفاعيا الاول، وده انا شايف ان حاجه صحيه جدا، ازاي ادافع الاول، لان الفريق اللي بيدافع كويس هو اللي بيكسب. بالظبط. فهنا اسلوب الكابتن طلعت، ولحد النهارده هو ناجح نجاح كبير مع النادي المصري. صحيح. 2 فوز ورا بعض 6 بونت. والله 6 نقط ورا بعض. من هنا برضه يا كابتن مدحت انا عايز اقول حاجه. برضه حاجه، انا بقول ان النادي حرس حدود السنه دي مش مفاجاه ان هو يعمل النتائج اللي عملها. مش مفاجاه. لا انا بقى من وجهه نظري. طب انا عايز اعقب حاجه وهخليك تكمل يا كابتن. اللقطه دي ده جمهور النادي المصري راح في المدرج المخصص لجمهور الاتحاد السكندري. ايه العبره؟ بيسموها حاجه اسمها كورتاج. ايه كورتاج دي؟ ما احنا اتعلمنا اللغه، عارف انت كيميكا وكيميكو. دي بقى كورتاج. ايه كورتاج دي؟ ان انا جيت مكانك وقعدت مكانك، خلاص لويت الدراع ولويت دراعك وقعدت مكانك وولعت نار مكان. ما ينفعش. هل ينفع؟ ما ينفعش يا كابتن ابدا والله. وانتوا ناس مضيافين وناس لا وبورسعيد شعبها جميل ودمه خفيف وشعب كريم، ويا رب تعدي لكل الامور دي كده ونرجع كلنا نحترم بعض وكلنا نحب بعض. بنخاطب الناس دي يا كابتن ابو طالب، يعني لازم عندكم مضيافيه وعندكم جمال وعندكم حلاوه. طبعا. اتفضل يا كابتن. طبعا زي ما بقول لحضرتك يا مصطفى كريم الكوره دي. مصطفى كريم. شوف دي شاط دي منين؟ من بعيد. دي اللي يدوس عليها خطوتين. بالظبط. الاتحاد السكندري كنت بتشيد بيه. اشيد بيه طبعا. السنه دي عاملين نتائج جميله وعاملين عروض كويسه قوي برضه عشان بيدافعوا الاول كويس، بس عايز عروضه برضه تبقى قويه. لازم يستمر شويه. بالظبط. بص الكره دي، بص خلي بالك كابتن محمود سمير فين؟ في حد جاي. سمير اهو جاي على الشمال. حد جاي انفراد. لو حط له انفراد طبعا. شايف يا كابتن محمود سمير طبعا فين؟ اتخاذ قرار خطا. بالظبط. لو حط له بطن رجله لازم يحط له انفراد، كان راح هو جوه. تمام صح. بالظبط طبعا بالظبط. قرار خاطئ فعلا. نعم. فمن هنا انا بقول لك النادي حرس حدود، انا شايف من وجهه نظري الشخصيه انه احسن وافضل فريق في مصر بيأدي كوره خططيه. هو بيلعب تكتيك عالي. عالي. دي بقى ضربه الجزاء. عايزين نشوفها يا محمد تاني برضو عشان ندي حكم فيها من احساسنا. طبعا كاميرات مودرن سبورت يا كابتن ابو طالب.
انا كابتن مدحت سباق، ودايما اي انفراد بيبقى هنا. الله يخليك. بص خلي بالك. بص طبعا انا شايف انها بنالتي. راكب عليه، راكب على الخصم، وحتى لو ما كملش انت خلاص حطيت ايديك وسبت. بالظبط، خلاص استفدت. والتاني خلاص، والتاني الكف على رفعت الايد دي لوحدها بنالتي. يعني رفعت الايد دي حتى لو ما لمستش خلاص. لا بس لمس وجه عليه يا كابتن. لا وقع عليه. لا لمسه راكب خالص. وقع عليه. راكب. لا ضربه جزاء سليمه 100%. والحقيقه كابتن فهيم عمر من الحكام. لا من الحكام اكفاء جدا طبعا وبنشيد بالحكام والله يا كابتن مدحت. كل الحكام. انا امبارح خسرنا المباراه 2-1 ورحت للكابتن بعد المباراه وهنيت المساعدين. محمد فاروق قلت له شكرا يا كابتن محمد، اديته مباراه هايله، الاثنين مساعدين هايلين وحضرتك هايل وشكرا. انا خسران المباراه. صحيح. لجنه الحكام في تطور كبير جدا. لا الحقيقه الحكام السنه دي ما شاء الله في بعض الاخطاء البسيطه لا تقارن بسبب ليك وعليك. ده الياسو. ده الياسو متخصص. يبقى الاثنين الافارقه. الاثنين الافارقه هنا متخصص. هو زي سموح برضه الافارقه بيستفيدوا منها جدا. طفره جميله. النهارده اللعيب الافريقي في الدوري المصري عامل مستوى عالي قوي يا كابتن. والاثنين حسن اختيار افارقه. جميل. يعني ده اخذ 3 افارقه 10 على 10 سموحه. جميل. وهنا نفس القصه، المصري واخد 2 الياسو ما شاء الله وسيسي اقوى من بعض. طبعا حقيقه يعني. طبعا ده الاختيار بقى. طبعا حطها جميله زي كابتن. طبعا جميله. ودى هاني في حته وحطها في حته. حتى يعني صعب على هاني قوي، حتى لو راح لها في زاويتها بيحقق. لا صعب عليه جدا. السنه اللي فاتت الياسو ده جاب جولين في الزمالك على فكره. هو برضه من اللعيبه. هو متخصص. بس ده براولي بلدي شويه. هو ستوبر كويس كمان. ستوبر كويس جدا. وهيدرز وقوي. هو لعيب كويس. بالظبط كده بالظبط. والصواريخ خلص عادي. الصواريخ النهارده والشماريخ رئيس النادي بيدفع قرشين وخلاص، والناس تنبسط في فرح العمده وانتهينا على كده. اتحاد سكندري بس ده كان تسلل. حاول ويحسب اتحاد سكندري. لا حاول وفي اكتر من فرصه. ده مصطفى كريم اكتر من فرصه. هو الحقيقه برضو الاتحاد السكندري السنه دي يا كابتن. لا صوره جديده. نيولوك. صوره جديده طبعا. حقيقه يعني. طبعا. والمباراه دي يعني المصري جايب لعيبه على مستوى عالي جدا. لا جايب لعيبه وعامل اعداد كويس وعنده جهاز فني محترم. بالظبط. ده ايمن سعيد اخذ انذار. بص بقى ايمن سعيد اخذ انذار وعمال يشوي ويعمل ويساوي وبتاع. في الاخر نفس القصه شادي. بص هيعملوا ايه فهيم عمر. نفس القصه زي بتاعت شادي محمد في التليفونات. خد الاحمر. انت خدت انذار خلاص، ابعد بقى عن الحكم خالص. وخصوصا انا عارف اتعامل مع شخصيه الحكم مين. محمود عبد الحكيم زعلان منه فبيتخانق مع زميله محمود عبد الحكيم. ما ينفعش يا ايمن. هو خرج عن شعوره خلاص يا كابتن. ما ينفعش. هو خرج عن شعوره. ما ينفعش. بيلعب في نادي كبير ونادي عظيم طبعا. ولازم يبقى عامل حسابه قوي. لا هو اكيد في وقفه للكابتن طلعت ما بيعديش الحاجات دي. ما بيعديهاش. لا الكابتن طلعت ما بيعديش حاجه. بالظبط. وتنتهي المباراه بهذه النتيجه. هي مباراه جميله والله مع عامره فنيا. صحيح 2-0 فنيا. المباراه تبان المستوى عالي. الفرقتين عاملين مباراه قوي فيها كوره، فيها اداء، فيها جرأه، فيها ده عايز يكسب وده عايز يكسب. ما فيش تأمين دفاعي جامد. حتى بعد ما الاتحاد دخل فيه الاهداف راح وضيع كورتين. بالظبط. المصري جاب جونين وضيع كورتين. صحيح. مباراه حلوه. لا مباراه جميله. مباراه حلوه. عندكم الماتش الجاي مين بقى؟ عندنا ان شاء الله الشرطه يوم الجمعه. نتمنى يا رب التوفيق يرجع لنا باذن الله. النهارده خير نزل التدريب على خفيف، وعمرو السوليه نزل التدريب على خفيف. نتمنى ان شاء الله ان هم باذن الله يبقوا جاهزين المباراه، لان هم يفرقوا معانا جدا طبعا، او على الاقل واحد فيهم. لان برضو مهم قوي ان يغيب عندي لعيب يبقى الاقيه بديل، مش مشكله. بالظبط. لكن ما يغيبش عندي 2 في مكان واحد ما الاقيش البديل. صعب. حتى لو انا لقيت في الملعب ويبقى عندي البنج فاضي. نعم. يبقى انا استعنت بالبنج حطيته في الملعب، طب هحل ازاي بعد كده؟ صحيح. فهي دي المشكله يا كابتن. لا ان شاء الله. فنتمنى يا رب بس التوفيق واحنا بنشتغل يا كابتن. والله احنا بنجتهد قوي ونشتغل، يعني نتعب اكتر من اي حد ونجتهد اكتر من اي حد، والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ده بيتنا وده نادينا، وبنحب برضه من هنا بنشيد بجمهور النادي الاسماعيلي اللي بامانه يعني مساندنا مسانده قويه جدا، واقف جنبنا حاسس بينا وشاعر باللي احنا متواجدين، ان احنا مع في النادي وان احنا بنأدي دورنا، لكن الظروف معكسانا شويه. ان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل. بنقول ان الامور هتتحسن باذن الله. العروض ان شاء الله هنرجع تاني باذن الله، العروض هتتحسن وهتبقى افضل.
يمكن احنا وقعنا في الجونه، جينا فوقنا بعديها ماتشين ورا بعض بره وكسبنا، وقعنا مباراه الاهلي كسبنا بعد مرتين، وقعنا سموحه. ان شاء الله هنفوق وهنبقى بالنسبه للنادي كبير، واللعيبه عندها ثقه وعندها خبره، واحنا كاداره وكجهاز وكلنا في التفاني في خدمه النادي، ما قدمناش غير مصلحه النادي. اتمنى لك كل التوفيق وللنادي الاسماعيلي العظيم وكل الجهاز يا كابتن ان شاء الله. وشرفت ونورت يا كابتن ابو طارق. شكرا على الدعوه الكريمه، وانا سعيد موجود مع حضرتك. انا كمان مع كل مشاهدين البرنامج الجميل بتاع حضرتك، ان انا متاكد ان مش مصر كلها بتشوفه، الوطن كله بيشوفه. ربنا يخليك يا كابتن ابو طارق، شرفت ونورت. شكرين جدا. شكرا جزيلا. مع قراءه لصحافه الغد ولكن بعد الفاصل. بنحب النادي